السلام عليكم. أول حاجة نرمي لكم قنبلة بتاعت ياسر عتا. الجيش أصبح في مشارف مدينة الفاشر، دي حاجة بتمنكم، لكن في معركة في الفاشر كانت كبيرة، بدأ من الساعة 9 وانتهى الساعة 4، والميليشيات هاجمت من محورين الشمالي والشمالي الشرقي بعربات مصفحة، ولأول مرة ميليشيات بتجي مع النساء وطاقم طبي. قال والله شغلكم ده خلاص إفلاس، ما عندكم جنود، قولوا بجبتوا أوين دارين يشاكلوا ما. والمعركة دي بدأت من الساعة 9 صباحا واستمر حتى 4 مساء، وأسفر على إلهاء قصائر فاضحة في صفوف العدو في العتاد وفي الأرواح. يا أخي أنا دايرك تشير من أجل ناس فاشر، وأدينا دعوة السمحة اللي بغلي ناس الفاشر ينتصروا، وخلى الجيش ذاته يمشي على مشارف الفاشر من أجل فك حصار الفاشر. وما تنسى الاكسبلور والمطابعة. خليني أديك تفاصيل هذا المعركة. المعركة دي كانت من أكثر المعارك اللي طالت ساعات طويلة جدا جدا، والميليشيات جو بأكثر من 40 مركبة قتالية مصفحة ومشاة بعبر محورين الشمالي وشمالي الشرقي، وهلاك عشرات الغادة من أناس الميليشيات. الدعم سري بينهم 5 من الطاقم الطبي اللي كان بيراقب القوة المهاجمة في أطراف المدينة، وقالوا عندهم بيتين كده كان تابع للطاقم الطبي نجوا بوجوبة، وقالوا الفرارة شديد يا ذو الوريد، وتدمير عدد كبير جدا من مركبات قتالية واستلموا الباقين. والجنودنا انتصروا بحماس كبير جدا، وبكلام ياسر عتا انه قالوا لهم الجيش عديل في في اطراف الفاشر، وما باقي الا هو يحاصر الجنجويد، وان شاء الله نسمح بفك حصار الفاشر زي كلام ياسر عتا. ودي كلام جميل جدا، الناس تنبسط. وبعد الفتح صار الفجر تحرير كل ما تبقى من دارفور. تحياتي. إسرائيل بيقصف 5 دول عربية في 24 ساعة، ابتداء من سوريا ولبنان وتونس وفلسطين وأيضا القطر. واحد فيهم رد بنص صاروخ اللي بكلمة ما في رد ليه منو انتوا عارفين؟ ايوه اليمن رد بصاروخ. شوف قطر بعد الانفتاح لامريكا وقدام تايره بقيمة 400 مليون دولار مجانا لأمريكا، وصفقات لا يقل عن 3 تريليون دولار لمدة بتاعت 5 سنين، برضو أمريكا سمحت لإسرائيل إنها تستهدف اجتماع بتاعت غادة بتاعت حماس اللي أمريكا قال لهم امشوا اجتمعوا واطلعوا براي عشان نقعدوا في المفاوضات. يعني شنو؟ يعني أمريكا دردقهم. يعني شنو؟ يعني أمريكا باع قطر وباع حماس من أجل عيون إسرائيل. يا اخي كلام ده كيف يا ود الفاشر يا زول؟ كلهم شتالين لنا ندين ونستنكر الهجمات الاسرائيليه في 24 ساعه 5 دول كلهم ما عدا يمنيين قالوا لا بلاش ندين بلاش نستنكر، دخلوا فيهم صاروخ. والله يهيئ اليمنيين من هنا ولوقوفهم للغديه البومني بيو اكثر من الناس اللي ضربهم. يا اخي ده شغله شنو يا جماعه؟ استرجلوا شويه. قطر ايوه انت اول حاجه انت عندك حمايه امريكيه، وفي 5 قاعدة عسكرية أمريكية في قطر. يعني تفتكر إنه واحد فيهم ما يقدر يعترض الطيران والصواريخ دي على أسلحة الدفاع الجوي؟ أنت غبي. ده هم اللي خلوه سمحوا لهم إنه يضربوا. وجرين لايت دي جات من دونالد جاي ترامب. تحياتي لكم.